السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نصايب معكم واحد الشناك اللي كيجي زوين ورائع وفيه واحد المذاق اللي بنين صراحه. المهم خصكم ضروري تجربوه. وبالنسبه للناس اللي بعيد عليهم الباتيسريات وبعيد عليهم المحلات اللي كيبيعوا هادشي ديال الكرواسا وهادشي، راه ساهل، يقدر اي واحد يوجدو في الدار. المهم تبعوا معايا المقادير وهانتوما غتشوفوا الطريقه. غندوز هنايا عندي واحد 500 غرام ديال الطحين، هي نص كيلو ديال الدقيق، عندي معلقه ديال الخميره كبيره حبيبات، ومعلقه ديال السكر سنيده، وشويه ديال الملحه على حسب الذوق، واحد المعلقه ديال العسل كبيره، واحد 4 المعالق ديال الزيت، وجوج معالق ديال الخل. الخل ضروري ديروه حتى هو اللي كيعطيه واحد طراوه، واحد الهشوشيه، واحد شويه د الفاني، ونص خماره كيماويه. والتوريق راه غنخدمو باللبده ولا بونه، اي حاجه عندكم ديال التوريق، زبده ديال التوريق خدموا بها. واللي بغى يخدم بالزبده المزيانه يخدم، اللي بغى يخدم بالزبده البلديه يخدم. المهم كل واحد على قد جيبو. المهم هنا رانا عندي مدفيه واحد شويه ديال الماء غير دافي، وغنجمع بها هاد العجينه هذه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، وندلكها. واللي بغى يعجن بشويه ديال الحليب دافي يعجن بالحليب في بلاصه الماء. صافي هنايا راه جمعتها ودلكتها مزيان، وغنغطيها بواحد البلاستيكه ونخليها حتى نرجع معاكم. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا راه الدلكات ملي كتغطى بهاد الميكه هادي بهاد البلاستيكه راه كتولي مطلوقه. هنايا غنحربلها على 4 ديال كويرات. المهم اللي بغى يخرج فيهم حتى 5 يخرج، ماشي مشكل، قد ما تورقات ودارت وحده في قلب وحده كيجي داك الشنيك مورق وزوين. المهم انايا هنايا درت غير 4 ديال كويرات، غنديرها ما تبقى ليا واحد شويه. نتوما تشوفوا انا غنزيد غنديرها على هاد الربعه هذا، غنزيدها فيهم. صافي وهنايا غندوز نمرق معكم هاد العجينه هذه. رانا كنت غطيتها وخليتها شويه طلقات. كان هنايا عندي واحد شويه ديال الزبيب قطعته، واحد شويه شوكولاط حبيبات، واللي بغى اي حاجه، بغى شويه ديال اللوز مطحون ندردروه فوق منها، بغى شويه ديال الكركاع، كل واحد وشنو عنده. المهم هنايا راه كنت كندير فيها هاد الزبده انا راه عندي كنت دايرها في الهاشوار مع نص كاس ديال الزيت حتى كتولي بحال شي بوماد، وهي اللي نطلق بها. هذاك الزبيب والشكلاط غنخليوه حتى نكملوا هادشي، نكملوا هاد الرغيفات. انا هنايا رانا كنطلق ديجا بالزيت في سطح العمل، حيت ضروري ندير شويه ديال الزيت باش كتطلق ليا ديك العجينه. بالزبده ما تبغيش تطلق، ضروري ديروا شويه ديال الزيت عاد طلقوا، وديروا هاد الزبيده هذه من الفوق. وكل ثانيه زيدوا واحد شويه، كل ثانيه زيدوا داك شويه، حيت داك الزبده اللي كديروا ما بين العجينه والعجينه هي اللي كتعطيكم واحد التوريقه. هذه الثالثه من وحده. المهم انا هنا راه كندير 4. صافي هنايا رانا درت ليها هاد الطحين هذا، ضروري ديروا هاد الطحين باش ملي تبغيو تضربوها بالدلاك تدلك ليكم. هنا راه غطيها تسرح شويه. صافي هنا راه ارتاحت، دزنا باش غنطلقها وغندير فوق منها هاد الزبيب وهادشي اللي عندي. تبارك الله نتوما كتشوفوها راه مطلوقه زوينه ومفشفشه. صافي هنايا راه غنطلق شويه بشويه باش ما تخرجش ليا ديك الزبده. اللي بغى يديرها شويه في الثلاجه يديرها في الفريغو في الكونجيلاتور شويه تشد راسها، حيت كل ما بردات ديك الزبده كتعطينا الطعم في الطلق باش كتبغي تطلق لينا. غير واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق هكا خليوها في الثلاجه.
هنايا صافي دزت واحد درت طلقتها مزيان، درت ليها واحد شوية ديال الكونفيتير، اللي بغا يدير شوية الكونفيتير، اللي بغا يدير شوية ديال العسل، المهم اي حاجة متوفرة عندكم دهنوا بها هاد الشنيك هذا. وغنبدا ندردر هاد شوية ديال الزبيب وشوية ديال الشكلاط حبيبات كيف ما كتشوفوا. بالنسبة للناس اللي بعيد عليهم المحلات ديال بيع الحلويات، والله العظيم الا ما كيجيو روعة، غير جربوهم وردوا عليا وساهلين، هاد غير يوجدوا معاكم. هنايا صافي نتوما كتشوفوني رانا كنحربل هاد الحربول هذا كندورو، الا شفتو شي بليصه ناقصه زيدوا. انا كتشوفوا البليصه اللي عندي خاويه كنزيدها واحد شويه ديال الزبيب وهذا باش ملي تقطعوهم وتحطوهم كتبان ديك الزبيب وكيبان داك الشكلاط فيها. صافي هنايا رانا بديت كنقطع بهذا الخيط، راه هانتوما كتشوفوا راه ساهل، الطريقه ديالو ساهله. هنايا راه حطيتهم في الطاوه. هاد الطريقه هذه ديال الطاوه هنايا راه كنت مسخنه الفران وطفيته ودخلته للفران واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق وخرجوهم. هما هنا دغيا خمروا، ضروري تشعلوا الفران وتطفيو وتدخلوهم يخمروا الا كان الجو شويه بارد. المهم هنايا راه كنت دخلتهم وسخنت الفران مزيان وطفيت وخرجتهم. هانتوما كتشوفوا معايا هنايا راه خمروا دغيا تفاعلوا. صافي هنايا راه كندهنهم بشويه ديال البيض وشويه ديال الخل، وها هما وجدوا معايا جاو تبارك الله ما شاء الله، جاو مفشفشين وفنين. جربوهم وراه ما غتندموش والله العظيم الا ما جاو بحال المحلات الكبرى، جاو واعرين وباقي ان شاء الله غنصايب معكم كرواسون ونصايب معكم المملحات، مهم شويه بشويه. الله يسهل ويجيب التيسير، وكنتمنى تشجعوني وديروا لايك وابوني وبالصحه والراحه.